فيديو النهاردة هنتكلم عن احنا ازاي نحسب الكيلومتر يقف على بيسوق الموتوسيكل كام بالظبط. الحسبة دي مهمة عموما لأي حد، سواء كان عاوز يجيب موتوسيكل وهو ما عندوش، أو معاه عربية وعاوز يجيب موتوسيكل، أو شغال بالموتوسيكل فعلا. هو هيبقى مهم لأي حد مثلا عاوز يستبدل الموتوسيكل العربية بموتوسيكل، فيبقى عارف هو هيوفر قد ايه، أو المواصلات هيستبدلها بموتوسيكل يبقى عارف هيوفر قد ايه، او لسه هيشتغل وعاوز يعرف يتوقع ان هو المفروض ان هو مصاريفه قد ايه في متوسط اليوم، او بيشتغل فعلا في النقل الذكي وهو شغال، فعاوز يحسب هو النهارده مثلا، او هيحاسب العميل على كام الكيلو عشان يبقى مرضي ليه وفي مكسب. او لو مثلا بيشتغل مندوب في محل، فهو مثلا بيبدأ في اول اليوم بيشوف العداد بتاعه، بيشوف اشتغل كام كيلو النهارده، ففي نهاية اليوم عاوز يحسب اليومية اللي هو خدها دي تغطي الشغل اللي هو اشتغله، المسافة اللي هو مشاها ولا لأ. طبعا هنحسب بالتفصيل، هنحسب من أول طبعا يعني حوالي 60 أو 70% من التكلفة. اه حوالي 60 70% من التكلفة البنزين. هنحسبه بدقة جدا يعني. وهنحسب الرخصة بتاعت السواقة، رخصة الموتوسيكل نفسه، الجراج، الغسيل، طبعا الصيانة كلها. فتابعوا معانا كده، هنبدأ بأول حاجة اللي هي يعني التكلفة الرئيسية البنزين. هحسبه لكم عملي من أول ما يعني هنفول المكنة ونحسب البنزين قد إيه، ويلا بينا. هنبدأ نحسب البنزين دلوقتي، تكلفة البنزين. أنا الموتوسيكل دلوقتي أهم حاجة يكون هو ماشي على الأساسي، واول ما تقلب على الاحتياطي تاخد القرايه. والحته دي النقطه دي اهم حاجه، ان انت اول ما تخش على الاحتياطي تقوم جاي واخد القرايه بتاعه العداد. انا القرايه 692، وهخش البنزينه افول. مش مهم تخش في ساعتها تفول او اي وقت بعد كده، اهم حاجه انك اول ما تقلب الحنفيه على الاحتياطي تكتب القرايه. وبعدين هنخش طبعا كل ما يتفول يعني تحط بنزين برقم اكبر هتبقى الحسبه ادق. انا هخش احط ب 200 جنيه عشان ونحسب، نبدأ نحسب مع النزول على الاحتياطي تاني مرة تانية. تمام. خشوا البنزينة. كده احنا استهلكنا ال 200 جنيه بنزين. هو كنت انا مفول على 692 ورجع قطع تاني على 1048. هو العداد طبعا ما فيهوش ال 1000، بس هو يعني ايه، قلب ووصل ل 48 كيلو، حوالي 356 كيلو. هيطلع تقريبا اللتر الكيلو تكلفته حوالي 56 قرش. نرجع البيت ونجيب ورقة وقلم بقى كده ونجمع لكم بقية الحسابات، بقية المصاريف اللي بنصرفها بتاعت الصيانة وكده بالتفصيل، ونكمل حسبتنا كده ونشوفوا تكلفة الكيلو بالظبط كام علينا. كده احنا حسبنا استهلاك البنزين. برضك عشان اوضح لكم انا عملت ايه بالظبط في موضوع استهلاك البنزين ده. انا ببقى ماشي المكنه الاول على الاساسي، تمام. اول ما بتيجي على الاحتياطي، طبعا كل بيسوق موتوسيكلات فاهم ان في حاجه اسمها في تانك البنزين اساسي واحتياطي. اول ما توصل لمستوى معين في التانك، المكنه بتبطل، فبتقلب الحنفيه، فبيتحول من اساسي للاحتياطي. تمام. انا اول ما قلبت على الاحتياطي خدت العداد، كان العداد 692. دخلت البنزين، حطيت ب 200 جنيه بنزين، انا بحط بنزين 92، وفضلت ماشي. قعدت تقريبا 3 ايام ونص. وصلت الألف 48 كيلو تقريبا. أنا بمشي حوالي 100 كيلو في اليوم تقريبا. طبعا أنا بشتغل يعني بالكتير قوي 5 ساعات، ما بعديش 5 ساعات في اليوم. ممكن 4 3 بظروفها، بس يعني ما يقلش عن 3 وما بزيدش عن 5 في الغالب يعني. طبعا لو واحد بيشتغل أكتر هيفرق معاك كيلوات، هيشتغل يعني هيعد كيلوات أكتر. أنا مشيت من 692 1048. دول طلعوا 356 كيلو. استخدمت فيهم بنزين قد ايه؟ ب 200 جنيه بنزين 92. تمام. لو قسمنا ال 200 جنيه على 356 كيلو هيطلع تقريبا ب 56 قرش الكيلو. تمام. احنا هنبدأ نحسب بقى بقية المصروفات اللي احنا بنصرفها. في مصروفات بتتصرف كل 5 سنين، في مصروف بيتصرف كل 3 سنين، في مصروف على بيتصرف كل سنة.
فانا هجيب لكم بالتفصيل شويه ايه القصه كلها، يعني حتى الغسيل هنحسبه عشان نبقى احنا مفيش حاجه ما حسبتهاش. انا عن نفسي الداتا دي كلها خدتها عشان انا طبعا على طول بسجل، وعندي شيت اكسل على طول بسجل عليه البيانات دي كلها. يعني حتى لو جيت مثلا دخلت على بتاع الكاوتش، نفخت زودت الكاوتش، بكتب الكلام ده كله. صيانة، أي صيانة صرفتها بس كل ده بسجله. فهنبدأ كده. مثلا أول حاجة عندنا دلوقتي المصروفات اللي بتتصرف كل 5 سنين، رخصة السواقة بتاعتك، ودي من ضمن المصروفات اللي لازم تحسبها، عشان انت لو معكش موتوسيكل مش هتصرف، مش هيكون معاك، مش هتحتاج رخصة. فانت بتصرف كل 5 سنين حوالي 1500 تجديد الرخصة. انا اخر مرة كنت عملتها ب1100 او حاجة زي كده، بس في ناس بتصرف معايا، يعني بتختلف من مرور لمرور. فهنحسبها ان هي ب1500 كل 5 سنين. والله اعلم بقى كمان 5 سنين هتبقى كام يعني. بس انا يعني اول ما طلعتها اول مره كانت 100 جنيه تقريبا كلها بالشهاده الصحيه بكل حاجه. المهم ما علينا. 1500 كل 5 سنين، يبقى احنا بنصرف 300 في السنه. احنا دلوقتي بنحسب المصاريف السنويه، تمام، الحاجات اللي بتتصرف على مدار السنه. لان ممكن شهر تصرف كتير، شهر ما تصرفش. فكل يعني وقت وليه نظام. بس انا لازم احسب المتوسط عشان وانا شغال ابقى عارف انا لو حتى ما دفعتش التكلفة دي دلوقتي انا مسيري هدفعها بعدين. فدي من ضمن التكاليف التشغيل الموتوسيكل. رخصة السواقة 300 في السنة. رخصة الموتوسيكل ذات نفسه، هو الموتوسيكل بيتجدد رخصته كل 3 سنين، ويفضل الناس دايما تعمل كده كل 3 سنين، ما تعملش سنة بسنة يعني. في حدود 3000 جنيه تقريبا. 3000 جنيه يعني 1000 جنيه في السنة. نيجي بقى نخش على الصيانة. الصيانة هنفترض إن أنت بتعمر مرة كل سنة، رغم إن هو يعني في الغالب الناس ممكن تقعد كل سنتين 3 سنين، وممكن ناس بتطول. بالنسبة لعمرة الموتوسيكل بتاعي أنا كموتوسيكل صيني، وهو أغلب الموتوسيكلات اللي موجودة دلوقتي حاليا بتشتغل صيني. العمرة عاملة 2500. هي تمن البستم والشميزة والشواكيش والحاجات ديت، والجوانات بيخش في 1800 حاجة زي كده، ده بالزيت كمان غير الزيت اللي انت هتحطه. والصناعي بياخد له 500، فأقول 2500. هنفترض ان احنا بنجيب 3 طقم جر كل 4 شهور، بنغير طقم جر. طقم جر ده اللي ما يعرفش برضك عبارة عن الترس الأمامي والترس الخلفي والجنزير بتاع الحاجات دي، من الحاجات اللي بتستهلك بشكل دوري. فدول هيخشوا لهم في 1000. الطقم الجر ب 450 400 حاجة زي كده. فالتلاتة طقم جر اللي هنستخدمهم خلال السنة 1500. طبعا أنا يعني بعتبر إن ده حد بيهلك الموتوسيكل جامد، مش محافظ عليه قوي. لكن كل الحاجات دي ممكن عمرها يطول جدا لو أنت اخترت جودة كويسة، ماشية كويس بالموتوسيكل، تحافظ على الصيانة الدورية، بتشحم زيت الكتينة، بتغسل باستمرار، وهكذا. هنفترض إن أنت هتغير فردة كاوتش كل سنة. باعتبار مثلا ان سنه هتغير فردة الكاوتش اللي قدام وسنه هتغير اللي ورا. بس يعني عموما الفردة اللي قدام دي بتتغير قليل جدا، استهلاكها ما بتستهلكش قوي يعني. الفردة اللي ورا ممكن توصل كل سنتين مثلا تغيرها مرة. فاحنا هنحسب متوسط ان فردة الكاوتش دي ب 1300. طبعا فردة الكاوتش اللي قدام ارخص ب 900 تقريبا، الفردة اللي ورا ب 1300. انا بتكلم عن الاسعار بتاعت دلوقتي اللي انا اخر حاجة اشتريت بيها. وفي نفس الوقت الحاجات اللي جودتها متوسطة، ولا عالية قوي ولا أقل جودة، عشان احنا بنغير الحاجات دي باستمرار. بصرف فيها يعني بشكل متوسط، ما بختارش أعلى حاجة ولا أقل حاجة عشان ما تعيش معايا. هنفترض إن احنا هنغير 6 تيل فرامل كل سنة. تيل الفرامل اللي قدام ما بيتغيرش كتير، فهنستخدم مثلا تيلين في السنة. والتيل اللي ورا بيتغير برضك، لا بيتغير كتير شوية. ممكن هنفترض ان احنا بنغير كل 3 شهور تيل، فهم 4. فكده التيل الفرامل 6 تيل فرامل على مدار السنة، التيل ب75. كده إجمالي التيل الفرامل 450. تمام. ايه تاني؟ كده إجمالي الحاجات. أنا طبعا ممكن تكون في حاجات تانية بتتصرف، بس قليلة أوي استهلاكها، وممكن مش كل سنة. فاحنا كده يعتبر حاسبين بالزيادة يعني. كده الإجمالي اللي بنصرفه في السنة حوالي 7050. يعني المفروض الشهر 587 جنيه في الشهر، يعني هنقسمه 7050 على 12، كده 587. نقول مثلا 590. تمام.
بالنسبة لكل شهر هنغسل مرة ب40 جنيه، الحاجات دي مصاريف دورية كل شهر. في جراج 300. وانا عن نفسي يعني الجراج عندي بدفع 150، بس هي المتوسط في السوق حوالي 300. في ناس بتدفع 400 على حسب يعني المنطقة اللي انت فيها، بس هو المتوسط يعني 300 جنيه. ايه تاني؟ مم، كده احنا وصلنا ان الشهر اللي بنصرف فيه 930 جنيه. تمام. احنا محتاجين نحسب بقى ايه تاني؟ محتاجين نحسب احنا الزيت، لان الزيت برضك من الحاجات اللي بتستهلك بشكل دوري. انا بجيب زيت موبل رصاصي بنزله على 750 كيلو. لو حسبنا 150 جنيه على 750، كانت تكلفة الكيلو 20 قرش. كل كيلو بيكلفني 20 قرش زيت. نرجع تاني للمصاريف اللي في الشهر. احنا بنصرف في الشهر 930 جنيه. انا بمشي في اليوم في المتوسط 100 كيلو، يعني الشهر بمشي فيه حوالي 3000 كيلو. ده انا الشغل 5 ساعات، في ناس بتشتغل اكتر ممكن تكسر، يعني ممكن يعدي ال 6000 كيلو في الشهر. فاحنا هنحسب على حسبتي برضك ان بمشي 3000 كيلو في الشهر. 930 جنيه على 3000 كيلو يبقى الصيانة والرخص والكلام ده كله كلفني 31 قرش. نجمع حسبتنا: 31 قرش صيانة وبنزين وصيانة سوري، صيانة ورخص وغسيل وكلام من ده وجراج، 31 قرش. الزيت 20 قرش. كنا حاسبين ان البنزين 56 قرش. كده اجمالي تكلفة الكيلو كل مصاريفنا كلها جنيه و7 قروش، قول جنيه و10 صاغ. فانت المفروض في حسبتك لما تيجي تكون مثلا رايح مشوار اي حاجة، الكيلو بجنيه و10 صاغ. دي في حسبتك. الحسبة دي ممكن تتغير على ايه؟ على حسب ايه؟ اول حاجة، حاجة زي البنزين مثلا. البنزين من موتوسيكل لموتوسيكل بيختلف كتير جدا. في موتوسيكل اللتر بيمشي 35 كيلو، موتوسيكل 45، موتوسيكل 28 كيلو. فدي بتختلف. الموتوسيكل ذات نفسه ممكن اتنين موتوسيكلين نفس النوع ويكون اختلافوا استهلاكهم مختلف. واحد بيقرص في البنزين، يعني طول ما هو ماشي عن ومش عارف ايه، ما بيمشيش بالراحة، وطبعا ده بيأثر من عمر الموتور. الكاوتش الهواء مش مظبوط، الكربيراتير مش نظيف، مش منضف، الكربيراتير مش مركب فلتر بنزين، مش منضف فلتر الهواء. ايه تاني؟ يعني كل حاجه في الموتوسيكل ممكن تاثر. البوجيه نفسه، البوجيه قديم مثلا، يعني انا الوضع الموتوسيكل عندي ما كانش احسن حاجه. الكيلو كلفني 56 قرش، ده في البنزين كتير. واستهلاك المكن عندي مش احسن حاجه برضه. فممكن مكن تاني يكون المكن مثلا المشهور بتوفيره البنزين البوكسر ممكن اللتر يمشي 40 كيلو. ايه تاني؟ نوع الزيت بيختلف من حد لحد تاني. الصيانة اللي أنا كتبتها دي على حسب على إن الموتوسيكل أصلا مستعمل ومستهلك. لو جبت موتوسيكل جديد هيقعد معاك فترة طويلة جدا عبال ما توصل أنت تصرف بالمنظر ده. يعني ممكن أنا كنت جايب بنيلي VLR، كنت جايبه جديد. أول سنة ما صرفتش فيه ولا حاجة، ولا قعدت سنة ونص كمان معايا، أو سنتين ممكن كمان، ما صرفتش فيه أي نوع من أنواع الصيانة، ولا تيل فرامل ولا طقم جر ولا أي حاجة. قطع الغيار بيختلف من الموتوسيكل للموتوسيكل. الموتوسيكل البنيلي صيانته وقطع غياره مختلفة. طبعا أنا يعني بعتمد كلية على أنا بعمل الصيانة كلها. عندي العدة بتاعتي وكل حاجة أنا بعملها، ما عدا مثلا لو خرم في الكاوتش، طبعا مش أنا اللي بعمله. لو عمرة أنا ما بشتغلش في الموتور. برضك من الحاجات اللي بتتغير بس كل فترات طويلة جدا، ورق الدبرياج والكورونا والحاجات دي. الحاجات دي برضك معمرة جدا يعني. ودايما حاول لما تيجي تشتريها بالذات في الحاجات المعمرة تستنضف وتستعلى الحاجة دي. انا حابب ان انا اوريكم نظام حساباتي، واوريكم ازاي تعملوا جوجل شيت وازاي تحطه على الكمبيوتر وتحطه على الموبايل، وازاي تبقى سهل ان انت تدون عليه وانت ماشي دلوقتي بعد ما خلصت شغلك، تقوم جاي مسجل بيانات عشان الناس تستفاد منه. ولو ممكن اعمل نسخة من الشيت بتاعي بحيث ان حد مش يعني مستصعب الموضوع مش عارف يعمله قوي، اديله شيت جاهز. هو الشيت ده كأنه ابلكيشن هتشتغل عليه، هتسجل عليه البيانات بتاعتك. انا اتعلمت في شغلي اهمية التدوين جدا، لان المعلومة ليها تمنها. انت ممكن تكون شغال بس ما بتجمعش معلومات من شغلك، لكن المعلومة مهمة في ايه؟ انت دلوقتي مثلا بتشتغل بالموتوسيكل،
مش عارف انت بتصفي قد ايه في الشهر. لما تعرف بتصفي ايه، نفرض جات لك مثلا فرصة شغل تانية، انت دلوقتي جالك شغل مثلا وظيفة مش بالموتوسيكل، وانت شغال دليفري، فهتيجي ازاي هتقرر ان الشغل الموتوسيكل ده كويس ولا لا؟ يعني انت لازم، يعني زي ما بيقولها ايه، لازم تحسب قيمة الفرصة البديلة. دلوقتي انا شغال بحاجة، عاوز اعرف لو انا استبدلتها بحاجة تانية دي بكام، ودي دي هاخد منها كام، ودي هاخد منها كام. انا اتعلمت اسجل كده في كل حاجة، عشان دايما ان انا ابقى عارف لو انا عاوز استبدل الحاجة اللي انا شغال بيها دي، او عاوز مثلا ازودها. يعني انا كنت في شغلي في مشروعي اللي انا كنت شغال فيه، انا عندي منتج معين شغال عليه، فانا عاوز المنتج، اعرف المنتج دوت نهتم بيه ولا نلغيه. هو المنتج ده مثلا بياخد مني مجهود وشغل كتير، طب احنا هنوقفه، لو وقفناه هنخسر قد ايه؟ طب هو احنا لو اهتمينا بيه وزودنا مبيعاته هنكسب قد ايه؟ فالمعلومات عموما مهمة، فتعود دايما تسجل كل حاجة. انا طبعا بسجل لان انا في موضوع الذاكرة ده ضعيفة شوية، فبريح نفسي واسجل كل حاجة. اكيد في يوم هرجع لها. الداتا مش بتاخد مساحة قوي ان انت تسجلها على الموبايل او على الكمبيوتر، فاكيد هتحتاجها وهتستفاد منها. باذن الله المرة الجاية هعمل لكم فيديو عن ازاي تعمل الجوجل شيت، وهحط نسخة من البرنامج بتاعي، لو حد يعني مستصعب الموضوع ينزلها عنده مباشرة ويشتغل بيها. مش يعني مش هوصيكوا دعموا القناة بتاعتي. أنا عاوز نفسي أفعل قناة اليوتيوب، فهحط لينك اليوتيوب. يا ريت الناس كلها تخش على قناة اليوتيوب وتعمل بس متابعة للقناة، يتفرج على كام فيديو عشان يعلي لي المشاهدات ويزود وقت المشاهدة. يلا، السلام عليكم.